كان الحظ رجلا لقتلته من أقوال الزعيم مانويل جوزيه مع النادي الأهلي. النهارده الصراحة عالمي من الأهلي في الشوط الأول. ويعني لولا سوء الحظ كنا طلعنا الشوط الأول بتلاتة أربع تجوان. بينالتي ضاع وخرج علي معلول من الماتش خالص تماما، طول المباراة ما كانش موجود خالص بسبب إنه ضيع البينالتي، وهو الصراحة شايطها وحش جدا. فالنهارده سوء يعني حظ يعاند الأهلي وسوء توفيق. والاهلي عمل شوط اول يعني عالمي، رتم عالي جدا، خنق سان داونز ما كانش موجود تماما طول المباراه. مفيش غير في الدقيقه 70 بس بذكاء شديد من رولاني مكوينا النهارده ان هو قدر يضغط على الاهلي ويعمل هاي بريس على الاهلي عشان ما يعرف يعني يخنقك اكتر وما تعرفش تسجل في اهم من لحظات المباراه. فالنهارده الصراحه مباراه يعني تحزن ان النادي الاهلي يعمل الشوط الاول ده ويطلع 0-0. وفي الشوط التاني اللعيبه نازله نفسها مقطوع من المجهود اللي عملته في الشوط الاول. فيعني النهارده نقول لهم هارد لك. البدايه كانت ضغط عالي جدا من النادي الاهلي على كل فرقه سان داونز، وفي اول 5 دقائق يعني شفنا 2 كورنر وهجمه بيرسي تاو اللي جت بالهيد حارس صدها ويليامز، اللي النهارده كان بيترعش فعلا يعني في الماتش، وكان يعني خايف يخش فيه اي جون. وهايب جدا فرقه النادي الاهلي، بس تاني نقول سوء الحظ ما خليناش نقدر نسجل فيه النهارده اهداف. الشوط الاول كان عندك 3 4 تجوان كنت ممكن تطلع منهم لو كان معانا توفيق النهارده او الحظ. اللعيبه النهارده كان حلو شويه، بس نقول ايه بقى يعني هي البينالتي اللي ضاع وكورتين في العارضه، ومش عارف انا حكم التسلل اللي كان قاعد بيرفع تسلل وخلاص. الكورتين ما كانوش تسلل. وكرة بيرسي تاو اللي حطها بالهيد في الاول المباراه خالص. فالنهارده الصراحه يعني خيبه امل كبيره من النادي الاهلي، يعني انه يعمل الجيم ده كله. الواحد يعني زعلان جدا الصراحه. كان نفسنا نطلع النهائي من قبل الوداد ونكسب البطوله، نبقى اول فريق يكسب الدوري الافريقي في اول نسخه ليه. بس يعني ما ربنا ما قسمش بكده، وحسينا فعلا ان ضغط اللعيبه على فرقه سان داونز الماتش ده يعني كان اشرس بكتير من الماتش اللي فات. انت الماتش اللي فات كنت بس الضغط بتاعك كنت بتحلق، ما كانش فيه التحامات قويه. النهارده كنت تكسب الثنائيات اغلبيتها. فيعني النهارده الواحد زعلان على ان النتيجه تطلع كده الصراحه. الشوط التاني بقى الاهلي نزل يعني حاسه كان متراخي شويه اول ربع ساعه، يعني نازلين هادين خالص. انا قلت يمكن يهدوا نفسهم اول ربع ساعه عشان اخر نص ساعه يضغطوا جامد ويعملوا نفس رتم الشوط الاولاني، بس ده ما حصلش. طبعا يعني اللعيبه خلصت كل المجهود اللي عندها، وده اللي بيدينا يعني سؤال ان ليه الفتنس بتاع الاهلي وحش قوي كده. مفيش لياقه بدنيه خالص، احنا لسه في بدايه الموسم. اللياقه البدنيه بتتجاب بس انت خلاص انت داخل في شهر 11. فيعني ده يعني علامه استفهام الصراحه على اللياقه البدنيه لعيبه الاهلي. كل الناس هتقول لي البطوله كانت مضغوطه ومش كل الكلام ده، بس يعني لازم كنت تشوف حل وانت عارف الجدول الماتشات هيبقى عامل ازاي. طبعا احنا ما بنحملش اللعيبه اي حاجه في المباراه النهارده، يعني كله عمل اللي عليه الصراحه. بكولر كمان النهارده عمل اللي عليه، اللي غير شكل الفرقه عن الماتش اللي فات خالص. وسان داونز كمان ابتدى يلعب على التسلل في اول الشوط الثاني، واستنى لغايه الدقيقه 70 بذكاء رولاني مكوينا. الراجل ده يا جماعه يعني داهيه جديده جايه في افريقيا، يعني عنده 36 سنه ودماغه كويسه جدا، بيعرف يلعب كوره حلوه جدا ومتطوره. فبذكاء شديد جدا النهارده يعني قدر ان هو يخلي بقى اخر تلت ساعه ان هو يقدر يضغط عليك من قدام، لان هو يعني مستريح طول الماتش، هو راجع لورا ما عندوش مجهود بدني يبذل، وعرف يضغط عليك النهارده عشان يخنقك اكتر في بناء اللعب وما تعرفش تطلع بالكوره بسهوله. والماسيكو اللي اسمه ماسيكو ده يا جماعه ده ما فيش حد عارف يمسكه خالص، يعني حاجه صعبه جدا صراحه. لعيب مزعج جدا وعالمي الصراحه، عنده 20 سنه. فيعني شابوه الصراحه للعين اللي جابته لسان داونز، الفرقه بتعرف تطور من نفسها. والنهارده شفنا الكارت الاحمر اللي جه، يعني حاجه الصراحه ده مش كارت احمر، ده اعدام والله، يعني حكم بالاعدام. يعني تخش بالاسترزات كده تحت الركبه. فانت كنت ممكن تبطل كوره لولا ستر ربنا ان اكرم توفيق اسد. ويعني كسبنا النهارده رجوعه تاني للباك اليمين. كلنا طبعا انا خدت بالي ان مش عارف ليه المخرج كان مركز قوي مع محمد هاني، مع ان يعني ما فيش اي علاقه ما بين ان اكرم توفيق نزل فمحمد هاني هيبقى زعلان. عادي ده ممكن يبقى روتيشن او الكلام ده. فيعني استغربت من تركيز المخرج قوي مع محمد هاني قبل المباراه. بس يعني والله بعودة اكرم توفيق ويرجع لنا الاسد بتاعنا تاني، وبيعرف يزق الفرقه كلها بروحه وحماسه. بس يعني نقول ايه، هارد لك للنادي الاهلي النهارده الصراحه. يعني مش هنقدر نقول ان الاهلي
كان يستحق ان هو الصعود. صراحه فرقه سان داونز فرقه محترمه جدا، ولعبت الجيم الاولاني على ارضها، وانا دايما ما بتفائلش لما لو بنلعب ماتش خروج المغلوب بنلعب الماتش الاولاني هناك، دايما ما بتفائلش ان احنا نتعدي من سان داونز. احنا بقالنا 6 ماتشات مش عارفين نكسبهم، ففرقه الصراحه يعني تستاهل الاحترام. ويعني كانت يعني مش عايز اقول كانت احق، الاهلي برضو لعب كوره كويسه جدا الماتش ده، بس يعني خانوا لياقته البدنيه في الشوط الثاني، وكولر اتاخر شويه في التغييرات. انا كنت شايف ان هو كان حسين الشحات كان باين عليه قوي ان هو مش في جو الماتش خالص من الشوط الاول. كنت شايف ان رضا سليم ينزل مع بدايه الشوط الثاني. وكنت شايف برضو كوكا كان ينزل الشوط الثاني بدل ديانج. ديانج انا حاسه الفتره دي مش في الفورم خالص، ما ينفعش تقعد تحرق فيه كتير قوي كده وتستنى لغايه الدقيقه 70 وينزل لك واحد ويتصاب بعدها ب5 دقايق رضا سليم يطلع مكانه وينزل بقى يعني دييجو ارماندو عبد القادر اللي فاكر نفسه يعني الاجوان بتيجي من الترقيص. صراحة أداء غريب من عبد القادر. هنقول لما بقاله فترة ما بيلعبش ومش ما بيلعبش، بس انت ما انت لازم تمسك في الفرصة لما تجيلك. ونيجي بقى المودست الحاج مودست اللي جاي. الصراحة الواحد ما كانش عايز يعني ينتقده الفترة اللي فاتت، قلنا لعيب كاليبر كبير جدا وجاي لنا من بروسيا دورتموند والكلام ده، بس الصراحة أداء عليه علامة استفهام قوي. ازاي الراجل ده لغاية دلوقتي مجهز بدنيا؟ تقيل قوي في الملعب، يعني حتى شفنا الكرات اللي كان بيحاول يجيبها يعني ينط يجيبها برجله. لا راجل تقيل يا جماعة، سنه كبير. فالصراحة أنا شايف إن الأهلي لازم يشوف مهاجم تاني. صلاح محسن لا يعتمد عليه خالص. النهارده كهربا عمل كل اللي يقدر عليه، عرف يضغط على الدفاع كتير جدا وعلى على حارس المرمى ويليامز كتير جدا، اللي النهارده يعني لولا البينالتي اللي صده ده كنا شفنا يعني حارس مرمى في مركز شباب، مع انه حارس مرمى عالمي بس شكله ما عندوش ثقة في نفسه خالص. فالنهارده نقدر نقول يعني فعلا النهارده سوء الحظ والتوفيق هم اللي خرجوا النادي الاهلي، لان انت الشوط الاول لو كنت جبت جون من ال4 اجوان اللي ضاعوا كان الماتش كان هيختلف تماما، وكانت سان داونز هتفتح خط دفاعها. يعني اللي هو يعني خط الدفاع بيعرف يدافع وبيعرف يباصي، بس لما بتضغط عليه بيغلطوا كتير قوي. فالنهارده ما نقدرش نقول غير هارد لك للنادي الاهلي، والقادم افضل ان شاء الله. ونتمنى ان الفرقه تفوق شويه، لان انا حاسس ان مش دي فرقه الاهلي السنه اللي فاتت خالص. بالتدعيمات اللي عملناها جبنا امام عاشور اللي اهم صفقه في الفتره اللي فاتت، وحسينا بفرق النهارده ان هو بيمسك الكوره وبيعرف يعدي من واحد ومن اتنين، ده اللي افتقدناه الماتش اللي فات. وانا شايف ان احنا الماتش اللي فات لو كنا لعبنا بربع اللي لعبناه بيه النهارده كنا هنقدر نشكل خطوره كبيره على سان داونز. ما كناش سيبنا لهم المساحه دي اللي يقدروا يلعبوا فيها الماتش اللي فات. فمش عارف يعني الصراحه الواحد زعلان جدا يعني من سيناريو خروج النادي الاهلي، بس في الاخر نقول الحمد لله والقادم افضل. ونيجي بقى لكام اخبار كده الفتره اللي فاتت. من اهم بقى الاخبار اللي الواحد تابعها من الفتره اللي فاتت، بيتسو موسيماني مدرب الاهلي السابق ومدرب سان داونز السابق يقترب بشدة جدا من ان هو يبقى داخل نادي الزمالك. اخبار كتيرة جدا بتتكلم في الموضوع، حتى اخبار طالعة من جنوب افريقيا ان هو مهتم جدا بعرض نادي الزمالك. وانا مش عارف الصراحة الزمالك هيمشي ازاي اوسوريو ويدفع له 300 الف دولار في ظل الغرامات يعني التراكمية اللي على النادي الزمالك. فمش عارف الزمالك غاوي يجيب فاهم خردة النادي الاهلي، مش عايز اقدر اقول عليه خردة برضه، بس يعني بيحبوا دايما يجيبوا اللي نجح مع النادي الاهلي زي ما شفنا مع كارتيرون. فيعني هنشوف بيتسو موسيماني هل هيحب يعني يضايق جماهير النادي الاهلي ويجي يبقى المنافس بتاعهم، ولا هيشوف له نادي تاني. ما اعتقدش طبعا هو يقدر يستحمل الضغط النادي الاهلي، فممكن يكون عايز يروح نادي الزمالك يثبت ان هو لو في ضغط اقل كان يقدر يعني يقدم فترة زمنية اكبر من العادة مع النادي الاهلي. فهنستنى نشوف في يناير او في اخر الموسم بيتسو موسيماني هيبقى فين. بما اننا كنا بنتكلم على نادي الزمالك، فعايز بس اتكلم على يعني قصة تجديد فتوح. انا بس عايز يعني مش عايز اقول بس كلمة لمجلس الادارة. انتوا لو خايفين على نادي الزمالك زي ما انتوا بتقولوا وعايزين نرجعه تاني نادي الزمالك يرجع يقف على رجله والكلام ده، انا شايف ان انتوا ما ينفعش تجددوا لاحمد فتوح. انا هتقول انت راجل اهلاوي عايز يجي الاهلي، طبعا عايز يجي الاهلي يعني مش هتضايق خالص لو جه الاهلي، بس انا اللي يعني بتكلم في مصلحة نادي الزمالك ان هو فعلا لو جددتوا له بالمبالغ دي انتوا مش هتعرفوا تجددوا اللعيبه تانية جوه نادي الزمالك. فيعني شايف ان الناس خايفه على كرسيها اكتر من مصلحه نادي الزمالك. لو جددت لزيزو بالمبلغ ده
انت بتنهي غرفه الملابس خالص، اوضه اللبس هتبقى واقعه خالص بالنسبه لك. كل اللي جاي بعد كده هيجدد لك، وكله هيقلب لك وشه ان هو عايز يتساوى او ياخد مبلغ قريب من احمد فتوح. فالمبالغ اللي هو طالبها دي يعني يا اما تعجيزيه، يا اما لو انتوا وافقتوا عليها وهو عرف يضحك عليكم بالكلام وعملتوها، فانتوا مجلس الاداره مش شايف مصلحه نادي الزمالك، وخايف على كرسي ان هو يتقال ان هو في عز مجلس اداره حسين لبيب ان هو احمد فتوح نجم الفرقه طلع وما قدرتوش تجددوا له. بس انا شايف الصراحه يعني مصلحه الفريق ثم مصلحه اي حاجه تانية. كلنا تابعنا النهارده الكاف ونزل النهارده قائمه اللي هيختار منها الافضل في افريقيا، اللعيبه والفرق. طبعا النادي الاهلي على راس الفرق المرشحه انها تبقى احسن فرقه في داخل القاره. بس اللي عجبني بقى اكتر ان احنا عندنا 4 لعيبه جوه ال 30 لعيب هيختار منهم احسن لعيب في افريقيا كلها، مش داخل افريقيا، احسن لعيب افريقي. عندنا 4 لعيبه، عندنا محمد الشناوي، عندنا محمد عبد المنعم، عندنا كهربا، وعندنا بيرسي تاو. الاربعه دول موجودين فيعني في وسط عمالقه افارقه كلهم، اللي انا اتوقع انها تروح لفيكتور اوسيميون في الاخر، نجم نابولي اللي عمل موسم خرافي السنه اللي فاتت، وما اعتقدش صلاح هيفوز بيها السنه دي. وبعد كده عندك بقى داخل القاره احنا عندنا 6 لعيبه ممكن يفوزوا باللقب ده. عندنا الاربعه اللي قلناهم وهيزيد عليهم كمان حسين الشحات وعلي معلول. التوفيق للنادي الاهلي او لعيبته ان هم يقدروا يحصدوا اي جايزه من الجوائز دي. ففي النهايه احب اقول هارد لك للنادي الاهلي. جماهير الاهلي ما تزعلش، النهارده الاهلي قدر يعني يعبر عن ان هو بطل افريقيا داخل ارضه. شفنا رولاني مكوينا بيرقص الماتش اللي فات وقلنا هنسيبه ويجي، بس داق مرارة استاد القاهرة والجماهير، ويعني اتحبس نفسه لغاية آخر لحظة. فيعني القادم أفضل النهاردة، وبالتوفيق للي يكسب بطولة الدوري الأفريقي. فرقة سان داونز فرقة محترمة جدا يا جماعة، ما نستهونش احنا طلعنا من فريق ضعيف. فرقة سان داونز أقوى فرقة بعد النادي الأهلي، أنا أقدر أقول بعد النادي الأهلي فرقة قوية جدا وكل حاجة، بس هتيجي بعد النادي الأهلي برضو نظرا لتاريخه ونظرا لإمكانياته ونظرا لحاجات كتيرة جدا. ادينا شفنا الماتش اللي فات في سان داونز لما كان بيتلعب في جنوب افريقيا، الاستاد ما كانش فيه نص الاستاد. فانت عندك يعني ظهر جماهيري وكبير جدا يقدر يزق الفرقه دي لقدام. فما تزعلوش، والقادم افضل للنادي الاهلي، بس عايزين لازم تصحيح اوضاع. والحاج مودست ده انا شايفه لازم يروح، ولازم لنا مهاجم يعني جامد جدا يبقى هو لازم لنا مهاجم صريح قوي يقدر يسجل لك اهداف من انصاف الفرص. كهربا بيعمل كل اللي عليه، بس كهربا ما ينفعش يبقى هو الراجل الاول لهجوم النادي الاهلي من وجهة نظري. بعد الاداء اللي هو عمله كان لو كان جاب جون كان ممكن يبقى من هدافين البطولة. بس كهربا انا شايف ان هو يبقى ليه دور ثانوي مش دور اساسي مع النادي الاهلي في المركز الصريح، في مركز المهاجم الصريح. فالواحد الصراحة متضايق جدا على خروج النادي الاهلي. سلام.